خلقتي. لو يهمك سينو لازم تنفذ اللي هقولك عليه. ايش بقولك؟ ايه اللي حصل؟ سينو حصل له حاجة يا يحيى؟ قول لنا الحقيقة. جميلة واللي معاها خطفوا سينو. اتخطف؟ بس سينو عنده قدرات تخليه يعرف يهرب. السيطرة على سينو شيء مش سهل، وانت عارف كده. وهو ده اللي يخليكي متأكدة انهم اخطر بكتير من اللي احنا فاكرينه. انا شفته في الفيديو كول قاعد ساكت وعلى راسه حاجة غريبة مش عارف ايه هي. حاجة ايه؟ زي قناع، خوذة، حاجة على راسه. ما يمكن مش سينو ودي خدعة. لازم نروح ونتأكد، ولو هو نجيبه فوراً. زيارتك لينا يا يحيى مناسبة مهمة قوي. فين سينو؟ ما تخافش يا يحيى، سينو كويس. بس مش هيفضل كويس على طول. أنا لازم أشوف سينو دلوقتي. صاحبك قوي صح، والأصحاب لازم يخافوا على بعض أكيد. أنت عاوزة توصلي لإيه؟ سينو في الزمن ده مش هيفيدك بأي شيء. احنا عاوزين انت اللي تفيدنا يا يحيى. سينو مقابل اللي هنقولك عليه. وإيه المطلوب؟ واحدة من التحف اللي اختفت مع مرور الزمن، سيف الإسكندر الأكبر. وليه سيف الإسكندر الأكبر بالتحديد؟ ملوك وقادة كتير حاربوا وكان ليهم إنجازات. ليه السيف ده بالذات؟ التاريخ بيقول لنا إن الإسكندر مات في عز شبابه، لغز ما تحلش بالكامل. اللي قال مرض واللي قال خيانة من حد قريب منه، كلام كتير. وقبل ما يموت كان عنده حلم يحكم العالم كله. سيفه اللي حارب وسيطر بيه على بلاد كتير هو برضه لغز عجيب زي وفاة صاحبه. سيف وصفه في الكتب بيقول إنه تحفة فنية عظيمة. تخيل بقى لو قدرنا نوصل له ونبيعه لأكبر متاحف العالم، أو نقول إننا اكتشفناه في أي دولة تانية ونعمل لها تاريخ مزيف ممكن يغير نظرة العالم ليهم، من دولة ملهاش حضارة لدولة عظيمة. وقبل ده كله تنفوا أي استنتاجات أو أبحاث بتقول إنهم ممكن في يوم من الأيام يلاقوا السيف ده في مصر. انت ليه واخد الموضوع بشكل شخصي يا يحيى؟ احنا مصريين زيك على فكرة. لأ، انتوا مش زيي ولا زي المصريين. المصري همه الأول والأخير أرضه وبلده مهما شاف ومر عليه أيام صعبة. إنما انتوا الفلوس عندكم أهم من بلدكم. كفاية بقى يا يحيى كفاية. كل واحد بياكل عيش بطريقته يا أخي. المهم دلوقتي هتنفذ المطلوب ولا إيه؟ هنفذه، بس الأول أقعد مع سينو وأطمن عليه. سينو. ايه ده؟ الله، انت يا ابني تعرف بيتنا فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ سينو لازم يخرج من هنا. بلاش أي تهور يا يحيى. الخوذة دي طول ما هي على راس سينو احنا بنتحكم في أفكاره وقدراته كويس قوي، ومستحيل حد يعرف يشيلها إلا بطريقة معينة، وإلا ممكن يروح فيها. ممكن تسيبوني معاه لوحدنا شوية؟ مش هيقدر يعمل حاجة، خليه يقعد معاه لوحده. ايش؟ سينو. سينو؟ انت بتكلمني انا؟ ازيك يا سينو؟ الله، ايوه انا سينو فعلا. احنا قربنا من كيميت ولا ايه يا ولاد؟ انا مش شايف كويس. قربنا يا سينو. فاكر لما كنا بنلعب مع بعض على ضفة النهر وعلمتني ازاي اصطاد؟ النهر العظيم. احنا اكيد جنب نهر كيميت العظيم. ولا لما كنت اعمل اي غلطة والملك يوديني السجن وانت تيجي تنقذني؟ الملك رمسيس الثاني اعظم ملوك كيميت. انت ساعدتني كتير قوي يا سينو، ما تزعلش مني ان كنت السبب في اللي حصل لك. ايش؟ انا مستحيل هخليهم يأذوك. اما انك دبانة فاضية صحيح. انت ايه؟ حد مسلطك عليا ولا ايه؟ يا حبيبي يا سينو. الموضوع صعب قوي يا يحيى. الوقت بيعدي والمهلة اللي جميلة قالت لك عليها بتخلص، هتعمل ايه؟ من وقتها وانا بفكر يا بابا. يحيى، أنا عارفة إن سينو غالي عندك قوي، لكن ده تاريخ بلدك، بلدنا كلنا. وسينو نفسه لو كان في وعيه كان هيقولك اوعى تساعدهم. يعني انت عاوزانا نسيبه في اللي هو فيه
أنا كنت متخيلة إنك أول واحدة هتقولي لازم ننفذ لهم اللي هم طلبوه. أنا صحيح خايفة على سينو وكنت بدور عليه، لكن عمري ما نسيت إني واحدة من حراس الزمن، واللي وظيفتهم إنهم يحموا تاريخ الأرض دي حتى لو على حساب نفسهم. أنا فاهمك يا نونيا وعارف سينو كويس. هو فعلا لو كان موجود معانا كان أول واحد هيقولي ما تعملش اللي هم عاوزينه، لكن أنا مش هسيبه مهما حصل. انت ما عندكش اختيارات يا يحيى، يا تنفذ المطلوب يا ما تنفذش. هنفذه بس بطريقتي يا ماما. ازاي يعني؟ جميلة كلامها واضح. أنا بقيت فاهم هما بيفكروا ازاي كويس. هنحاول ونعمل اللي علينا ونشوف. هقولك يا نونيا انت هتعملي ايه بالظبط، ولازم نكلم الأستاذ عصام ومازن وفهمي. المرة دي مفيش مجال للهزيمة. أمال أنا بعمل إيه؟ المرة دي يحيى محاصر من كل الجوانب. سينو معانا وأنا هسافر معاه في زمن دخول الإسكندر مصر، يعني ما عندوش فرصة يخدعنا. ولو يحيى فعلا جاب لنا السيف هنسلمه سينو؟ سينو جميل أوي سينو. انت الأجمل يا جميلة هانم. يا خوفي منك. احنا المرة دي فريق واحد، اوعوا تنسوا. عمرنا ما هنبقى فريق واحد. انتوا بتساومونا على واحد مننا، وعشان كده بننفذ طلبكم. هتقول انت كمان حاجة ولا نتكل على الله نطلع رحلتنا؟ الفريق الواحد لازم يحبوا بعض. ما تنسوش. اتروعا. الإسكندر وجنوده وصلوا ونزلوا من أسطولهم عشان يستعدوا للتحرك في اتجاه منف. وهيتحركوا امتى يا نونيا؟ مع ظهور الشمس هيبدأ جيش الإسكندر يتحرك. هتقدري تحضري اللي قلنا عليه امتى؟ في أسرع وقت. بقول لكم ايه، مش عاوزين هنا أسرار ووشوشة. قبل النهار لازم السيف يكون معانا. لازم عشان نلحق نرجع وتسلمونا سينو. طبعا طبعا، بس خلينا الأول ناخد السيف.